خليني أسألك سؤال غريب. إيه هي العلاقة اللي بيكون فيها كلام كل يوم واهتمام واضح وغيرة خفيفة، بس لما حد يسأل انتوا إيه اللي بينكم بتكون الإجابة ولا حاجة، إحنا أصحاب بس؟ طيب سؤال تاني، هو في علاقة ممكن تبقى كل حاجة إلا إنها تبقى علاقة؟ العلاقات دي غالبا ما بتبدأش بحاجة كبيرة، بتبدأ برسالة بسيطة زي مثلا عامل إيه؟ بعدها الكلام يطول شوية، بعدها اهتمام، وبعدها هتلاقي إن الشخص ده بقى جزء من يومك. ولو يوم عدى من غير كلام تحس إن في حاجة ناقصة. طيب خليني أسألك سؤال صغير، ليه الشخص اللي بينك وبينه ولا حاجة غالبا بيبقى أقرب من ناس كتيرة جدا في حياتك؟ الغريب بقى إن كل الناس اللي حواليك بتلاحظ العلاقة دي، بس لما حد بيسأل السؤال بشكل واضح، هو أنتوا مرتبطين؟ ساعتها الضحكة بتطلع الأول، وبعدين الإجابة المعتادة لا 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 إحنا أصحاب بس. طيب فكرت مرة ليه الضحكة دي بتطلع قبل الإجابة؟ مرة سألت 2 بينهم علاقة من النوع ده قدام أصحابهم، هو أنتوا مرتبطين؟ بصوا لبعض لحظة وضحكوا. واحد فيهم قال لي بسرعة لا لا إحنا بس أصحاب، والقعدة كملت عادي، لكن السؤال فضل متعلق في الجو زي حاجة الكل حس بيها بس محدش كمل الكلام. في علاقات كتير في حياتنا بتقف على باب الحب، لا هي قادرة تدخل ولا قادرة ترجع. الغريب إن النوع ده من العلاقات بقى منتشر جدا اليومين دول، لدرجة إن بعض الناس بدأت تسميه situationship، علاقة بيكون فيها اهتمام وقرب وكلام بشكل يومي لكن بدون تعريف واضح للعلاقة، كأن العلاقة موجودة بس محدش عايز يقول إنها موجودة. طيب خليني أسألك سؤال صريح شوية، ليه بعض الناس بتحب القرب جدا لكن بتخاف تسميه؟ معظم الناس بتفتكر إن السبب إن المشاعر مش واضحة، لكن الحقيقة غالبا غير كده. في أوقات كتير بتكون المشاعر واضحة والاهتمام واضح والقرب واضح، لكن الاسم بيغير كل حاجة، لأن أول ما العلاقة بيبقى لها اسم بيبقى ليها معنى وليها مسؤوليات وحسابات ممكن تغير كل حاجة. خليني أقول لك حاجة غريبة، في العلاقات اللي ملهاش اسم دي غالبا بيحصل شيء واحد بس، بتلاقي طرف عايش العلاقة والطرف التاني مستنيها تبدأ، واحد مبسوط بالقرب زي ما هو والتاني مستني اللحظة اللي العلاقة تبقى فيها حقيقية. والأغرب من كده إن إحنا نفسنا بنقبل الغموض ده. ليه؟ لأن السؤال الواضح ممكن يترد عليه رد إحنا مش مستعدين نسمعه، ساعتها بنفضل الغموض عن الحقيقة. علشان كده في علاقات بتعيش سنين قريبة جدا لكن تفضل واقفة في نفس المكان، لا هي صداقة عادية ولا هي علاقة واضحة. طيب نسميها إيه دي؟ الحقيقة اللي ناس كتير بتكتشفها متأخر إن العلاقة اللي ملهاش اسم غالبا واحد من الطرفين مش عايز يحط لها اسم، لأن الاسم في حد ذاته قرار. أخطر العلاقات في حياتنا مش اللي اسمها غلط، أخطرها فعلا اللي ملهاش اسم أصلا. يمكن السؤال الحقيقي مش ليه العلاقة ملهاش اسم، لكن السؤال ممكن يكون مين في الطرفين اللي خايف يسمي العلاقة. يمكن الكلام ده بسيط، لكن الحاجات اللي زي دي لما نفهمها بجد بنبدأ نشوف علاقات كتير في حياتنا بشكل مختلف، بشكل بيأثر على قرارات كتير في حياتنا. في ناس كتير عايشة علاقات شبه دي، لو عمرك كنت في علاقة من النوع ده احكي لنا في التعليقات، يمكن قصتك تساعد حد تاني. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان توصلك الحلقات اللي جاية. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا صوت.